اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة وكلنا بنحبها. هنعمل ورقة اللحمة بالخضار، أكلة سريعة جميلة جدا ولذيذة، تنفع في العزومات. ولو مستعجلة بقى ومش عارفة تعملي ايه، طلعي لحمة من الفريزر واعملي ورقة لحمة بالخضار. طعمها بجد لذيذ قوي قوي، واللحمة بتكون طعمها مميز جدا في ورقة الخضار عن الطرق المعتادة للحمة اللي احنا دايما بنعملها. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجة هجيب صينية او طاسة على النار، هحط فيها اي مادة دهنية. انا كنت حاطة سمنة بلدي عشان تدي طعم حلو للحمة والخضار. وهجيب اللحمة عندي، واللحمة اي قطعية انت حابة تاكليها. طبعا لا يعلى على قطعية الانتركوت، وفي قطعيات تانية تنفع لورقة اللحمة. وممكن كمان تستعملي الموزة، يعني لحمة الموزة او قطعية الموزة او اي نوع لحمة. بجيبها بتبلها بس بشوية ملح وشوية فلفل اسمر، مش اكتر من كده. وبسيبها شوية علشان الملح والفلفل كده يدوبوا في اللحمة. وبعدين بجيب صينية او طاسة على النار، احط فيها مادة دهنية. وزي ما احنا شايفين كده بندي صدمة للحمة او بنشوحها، يعني بحيث ان هي تاخد لون من الناحيتين وتشرب كده من طعم السمنة، ويبقى طعمها خطير. طبعا هحط فصين توم مفرومين، او ممكن تحطوهم متقطعين شرايح، بيدوا نكهة حلوة قوي للحمة وهي بتتشوح. تمام، بحطهم كده واقلبها شوية. ريحة التوم اللحمة بتاخده وبيبقى فيها وبيديها نكهة حلوة قوي. طبعا لو مش حابين ان انتوا تحطوا فصين توم مفيش مشكلة. بس احنا دايما بنحب نحط المنكهات او الحاجات اللي تدي ريحة وتدي طعم حلو قوي للاكل بتاعنا. بشوح كده اللحمة على الناحيتين، وبعدين بشيلها من الصينية على جنب. ونيجي للخضار، هتحطي اي خضروات مشكلة عندك في البيت. انا حاطة بصل، طماطم، كوسة، بطاطس، فلفل متقطع شرايح، فلفل اخضر، ممكن تحطي فلفل الوان، فاصوليا، بسلة، اي نوع خضار عندك انت حابة تضيفيه. طيب، هنضيف بقى التوابل بتاعتنا، والتوابل هنا اختياري. انا حطيت توابل: شوية كزبرة، شوية كمون، شوية فلفل اسمر، شوية زعتر، شوية ملح، شوية بابريكا. يعني حاجة بسيطة من بهارات اللحمة. وكمان حطيت بقى ايه، معلقة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة حلوة كده من الثوم المفروم. ونقلب بقى كل المكونات الحلوة دي كده مع بعض. وبعدين شايفين بقى الصينية اللي احنا كنا بنشوح فيها اللحمة؟ بعد انا ما شلت اللحمه هقوم منزله الخضار، ياخد برضو كده تشويحه بسيطه. وياخد بقى من البهاريز بقى والحاجات اللي نزلت بقى كده من اللحمه. احنا مش هنسوي الخضار بس، هنقلبه كده ياخد تشويحه بسيطه، وياخد كده من طعم السمنه والبهاريز اللي نزلت كده من اللحمه. وزي ما قلنا اي نوع خضار حابين تضيفوه، مش لازم يعني نفس الخضار اللي انا عملته. ممكن تحطوا بسلة وفاصوليا خضراء برضو، لان الخضار ده كله احنا هناكله مع اللحمة والرز في الاخر. هجيب بقى عندي الصينية اللي هدخلها الفرن، واحط فيها كل الكلام الحلو ده، وافرد فيها من تحت ورقة فويل الاول، وبعدين عليها ورق زبدة. وبعدين هقوم حاطة الخضار. شايفين الخضار بتاعنا بعد ما تشوح؟ والله جميل جدا ويفتح النفس. احطه كده في الصينية من تحت، وبعدين هحط اللحمة على الوش. انا بحب احط اللحمة كده من فوق، ارصها كده من فوق. وبعدين هنبدأ نقفل ورق الزبدة على الخضار واللحمة. بجيب بقى من الجوانب كلها واقفل كل الجوانب كويس قوي. بنكمر، احنا هنكمر ورقة الخضار باللحمة دي. تمام. وبعد كده هقفل بقى ورقة الفويل من فوق. اقفلها كويس قوي، ويعني اقفل الجناب كويس بحيث انه ما يكونش فيه اي فتحات تطلع البخار من جوه. واحنا طبعا بنكمر ورقة اللحمة علشان تستوي كويس جوه الفرن، لان انا عايزة البخار اللي هيطلع من الخضار كده ما يطلعش لبره، لا يعني يرد تاني يسوي اللحمة.
تمام. هندخله بقى على فرن درجة حرارة 200 لمدة ساعة ونص. بعد ساعة ونص كده هنبص على اللحمة بتاعتنا او ورقة الخضار بتاعتنا. زي ما احنا شايفين الخضار بتاعنا بقى زبدة واستوى، واللحمة كمان استوت، والريحة جميلة قوي قوي زي ما احنا شايفين. وطبعا في صوص حلو قوي نازل من اللحمة ونازل من الخضار ده، هناكل بيه الخضار واللحمة كده مع الرز. شوية رز بقى حلوين كده، رز بشعرية، رز معمر، اللي يريحك. حابة تاكليها كده من غير حاجة، حابة تاكليها بالعيش، زي ما تحبوا تاكلوا ورقة الخضار باللحمة. كلوها، طعمها بجد لذيذ قوي. الصوص اللي نازل ده تحفة جدا، فيه طعم الخضار والبهارات وطعم اللحمة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.